امرأة شاركت في المعارك والغزوات. سجل التاريخ موقفها في غزوة أحد، وذلك عندما زادت حدة المعركة واجتمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. أقبل عليه رجل اسمه ابن قميئة وهو يقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فوقفت في طريقه تريد صده، ومعها مصعب بن عمير رضي الله عنه، لكنه استشهد في تلك الأثناء فظلت وحدها، فوقفت في وجه الكافر الذي ضربها ضربة بالغة في عنقها، لكنها ظلت قوية واستمرت في الدفاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراها وقد أصيبت بعدد من الجروح، فنادى ابنها وطلب إليه أن يعصب جراح أمه ودعا لهم بالبركة. فلما سمعت طلبت منه أن يدعو لهم بمرافقته في الجنة، فاستجاب رسول الله لطلبها، وكانت فرحتها عظيمة. إنها أم عمارة.